أحترم القضاء وبدون أن أستفز غير مكالمة صالحة أو غير صالحة، حيث النية أولى من العمل. صراحة عليك تتفضل للكلام. قسما بالله تنتمشى معاك بنيتي، والله ما نزيد ندير حاجه ونقاض عندك من غير كلامك ومن غير حتى شي حاجه، والله ما ندير حاجه. علاش خداتيني انت مرتي ونعستي مع هذا كنتي مزوجه بيا وما بيناتناش حتى 3 شهور نتاع الزواج؟ 3 شهور 7 شهور احنا مزوجين. انا كملها 7 شهور. 7 شهور وانا مزوجه انا وياك. هذا احنا من شهر 1 حتى شهر 7. زيد راه يسمع واش راكي تشوفي فيا انا دالك شي موسم. دافع الفلوس توفيق. شكون؟ انايا ولا باش ندي الفلوس. انا ما عنديش المشكل في اللي فات صراحه، اختصري الموضوع دابا حاليا والله ما نزيد ندير حاجه قسما بالله. تنتمشى تحتك اللي درتها. اقسم بالله لا. شهدت قضية مقتل الشابة سارة بمدينة وجدة تطورا جديدا، وذلك بعدما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره الزوج المشتبه في ارتكابه الجريمة، تضمن ما قال أنها اعترافات من زوجته الراحلة حول وجود علاقة مع شخص آخر. ووفقا لما يتم تداوله، حاول الزوج من خلال الفيديو تقديم روايته الخاصة للأحداث، معتبرا أن ما وقع يدخل في إطار ما يعرف إعلاميا بجريمة الشرف، غير أن هذه الادعاءات تبقى إلى حدود ساعة رواية صادرة عن طرف واحد، ولم تؤكدها أي جهات قضائية أو تحقيق رسمية. وقد أثار نشر الفيديو موجة واسعة من الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر أن المقطع قد يغير نظرة البعض إلى القضية، وبين من شدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم إصدار أحكام مسبقة. وتجدر الإشارة إلى أن نشر أو تداول معطيات شخصية أو ادعاءات غير مؤكدة حول الضحايا يثير بدوره نقاشا قانونيا وأخلاقيا، خاصة في القضايا الجنائية التي لا تزال قيد التحقيق. وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والجهات المختصة، تبقى جميع الروايات المتداولة غير نهائية، فيما يظل الفصل في ملابسات القضية من اختصاص القضاء وحده.